مش مكتوبة لك. كلمة بسمعها كتير في الأفلام. بمناسبة الأفلام، أنا بحب الأفلام جدا وبحب أتفرج على الأفلام أوي. بس بتفرج على الأفلام وبحب صناعة الأفلام. بحب المخرج وبحب المؤلف وبحب المونتاج. بحب أوي أعرف التفاصيل. وكان نفسي أدخل معهد السينما لحد ما وصلت ثانوية عامة. كنت عايز أدخل معهد السينما، وده طبعا كان بيتقابل مع أهلي بالرفض. هتشتغل إيه؟ هتعمل إيه؟ هما دول بيعملوا إيه أصلا؟ واتخرجت واشتغلت، وبالصدفة عرفت إن معهد السينما هنا في اسكندرية وممكن أقدم. ساعتها فرحت جدا. رحت وقدمت في آخر يوم تقديم، وقعدت أسأل إيه هي الاختبارات؟ طيب مين يقول لي أعمل إيه؟ طيب أذاكر إيه؟ أعمل إيه؟ وصلت لواحد من أصحابي اللي كانوا خريجين معهد السينما. قال لي للأسف أنا بقالي 3 شهور شغال في الكورس. أنا ممكن أديك مواد أونلاين تذاكر منها. فعلا أخدت المواد وقعدت أذاكر وأدور وأسأل لحد يوم الامتحان. اليوم اللي أنا قعدت فيه أكتب لحد آخر الوقت، ماشي آخر واحد من اللجنة لحد ما أخدوا مني الورقة. مشيت وقلت تمام، أنا كده عملت اللي عليا، مش محتاج أي حاجة تاني. تاني يوم لقيت محمد اللي ساعدني ان انا ادور على المواد دي واذاكر منها، ويقول لي مبروك انت نجحت. ساعتها كنت طاير من الفرح، مش مصدق. قال لي تعالى لي بكره، انا عامل مراجعه سريعه عشان الامتحان اللي جاي. تاني امتحان، رحت المراجعه ودخلت تاني امتحان. كنا تقريبا اكتر من 70 واحد. دخلت الامتحان، كنت متيقن ان دي المرحلة اللي هتفصل، وقلت تمام واخدت بعضي ومشيت. لحد ما بلاقي نفس التليفون من محمد بيقول لي مبروك انت معانا في الامتحان التالت. ساعتها مش مصدق نفسي، انا وصلت لاخر امتحان. اخر امتحان ده كان المقابلة الشخصية. المفروض ان انا هقعد وهتكلم وهقول انا عايز اعمل ايه وليه وعشان ايه. رحت الامتحان، فعلا دخلت، كان في بعض التوتر شوية، اي مقابلة شخصية. سألني الدكتور انت عايز ليه تدخل معهد السينما؟ قلت له علشان انا بحب السينما وعلشان انا كان نفسي ادخل ده من زمان. قال لي هو انت خريج ايه؟ قلت له خريج كلية اعلام. قال لي يعني انت مخرج؟ ها ها ها. ساعتها حسيت ان في شوية قلق، ان انا بتزحلق بس بشياكة شوية. مشيت وانا حاسس اني مش متوفق قوي. عدت الايام ولقيت مكالمة يقولوا لي مبروك انت معانا في المعهد، يلا علشان تعمل الاختبارات الطبية وتيجي تقدم ورقك. ساعتها كنت طاير من الفرح، مش مصدق نفسي ان انا اتقبلت. دامت لنص ساعة بس، ولقيت مكالمة تانية تقول لي احنا اسفين، احنا كلمناك بالغلط، حصل بس تشابه اسماء، وان انت ممكن تقدم معانا السنة الجاية ان شاء الله. بس هما ما كانوش يعرفوا ان انا ما ينفعش اقدم السنة الجاية. وساعتها بس عرفت معنى كلمة مش مكتوبة لك.
كده حاجة علينا بان علينا ليه؟ واللي على راسهم ريشة كانوا أحسن منا في إيه؟ ويا دنيا حكايتك إيه؟ مش عارفين ولا إيه؟ معوج علينا ليه؟ طب زقة معايا كمان رشة حنان ساعة الفقر الغلبان.